سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والهدف الاول للنادي. داخلين الماتش واحنا يعني اعصابنا في الثلاجه زي ما بيقولوا، ولكن كنا خايفين من الزمالك لان فعلا الزمالك في الوقت ده كانت عنده لعيبه مستواها اعلى مننا بكتير جدا. خطوره نادي الزمالك كانت متمثله في حازم وحسام حسن، كان موجود ابراهيم وكان موجود تامر عبد الحميد وكمال حمزه وعبد الحليم علي ورضا سيكا كان لسه جاي من الحجاز. كانت اسامي اتقل من عندنا بكتير جدا. كان في اجواء تحس انها ثقه زياده عن اللزوم. كان اوتفيستر كان وصل لمرحله ان هو ما كانش خسر خالص من الاهلي، جات له حاله تقريبا من الغرور. كان ساعتها نزل تصريح ان احنا هنكسب الاهلي واحنا مستريحين. كل التصريحات، كل الكلام، كل الانترفيوز اللي كانت مع اللعيبه اللي موجوده، كل بيقول ان الزمالك نازل يكسب النادي الاهلي. كتر التصريح ان هو ما عجبنيش، فطلعت لفظ كده قلت ان احنا ما نبقاش رجاله لو ما كسبناش. التشكيل كان فيه برضو بعض اللخبطه، كان فيه رضا سيكا لسه جاي من عمليه صليبي وما كانش حد عنده خلفيه على الموضوع ده ولعب. عرفنا بعد كده كان في الضغط عليها اوتفيستر، زي لعيبه معينه كانت لازم تلعب، كان في صفقات جديده، حاجات كده من الحاجات اللي بنشوفها دايما، عدم استقرار يعني. نازل الملعب انا متلخبط، هلعب ازاي؟ كان قايل لي اللي هو اللي انا ممكن اكون في نص الملعب، وبعدين في الناحيه الدفاعيه اللي انا اكون ليبرو اغطي المدافعين، ولكن انا ما اتمرنتش عليها ومش عارفين ازاي نشتغلها. رحنا على الماتش حاله من التركيز. مستر مانويل في المحاضره: عندي ثقه فيكم بشكل كبير. قال لي حسام غالي وابراهيم سعيد انتوا بلغه الكوره كده هتتمرمطوا. هنلعب بتشكيل جديد، هنلعب بطريقه ثانيه مختلفه، هنعمل البريشر من قدام من ال 18 بتاع الزمالك، ومش هنديهم فرصه ان هم حتى يحضروا. كلمت خالد بيبو قلت له الراجل ده مجنون. الناحيه الثانيه جهاز في النادي الاهلي كان مستغل الموضوع دوت. لما لعبنا باربعه كان بيلعب بثلاثه متعلقين فوق باستمرار. انا كل اللي انا عايزه منك انك تتحرك 20 متر في 20 متر بالعرض وبالطول، وده هو كان ضاغط الديفنس بتاعنا بصفه مستديمه. شرح لنا كل حاجه هتحصل في المباراه اكنه سيناريو فيلم. قبل المباراه بيوم واحنا في المعسكر، جت الساعه 12 11 ميتين من الجوع كلنا. قدرت والحمد لله ان انا قدرت اسرب 30 رغيف حواوشي. اعتقد 3/4 الفريق كانت موجوده، قعدنا ناكل. خالد بيبو اكتر واحد كل. كنت رايح التلفزيون اخلص بعض الامور، فجاه لقيت السيده وفاء فاضل قدامي، كانت هي مديره البرامج الرياضيه. اول ما شافتني صرخت في وشي: بتعمل ايه هنا؟ انا اتخضيت، قلت ده انا اترفدت ولا حاجه. قلت لها: في ايه يا مدام؟ قالت لي: انت المعلق يا بني. انا سمعت كلمه انت المعلق، انا ما شفتش. ازحت من العاشر للدور الارضي، بقيت اخد البسطه 6 سلالم في 6 سلالم. وصلت قبل المباراه اقول لك ايه، مفيش 10 دقايق دخلت عشان اخد الاسماء بسرعه، لقيت الزمالك عامل كونسولته واوتوفيستر مش عايز يطلع التشكيل. خلاص الماتش هيبتدي، معيش اسماء، قلت هعتمد على عينيا وكلهم نجوم. وبدانا المباراه، وكان ليها بقى طبعا تعبيراتها الشهيره يعني. اول 3 دقايق في الماتش ضغطنا على نادي الزمالك، مفيش ناحيه اليمين، ضغط حسام غالي، قطع الكره اداها لي، باص لحسام لرضا شحاته جول. حسيت ان في الوقت دوت ان لعيبه نادي الزمالك ما كانوش مصدقين او ما كانوش مستوعبين في اول 3 دقايق يحصل هدف. طبعا الزمالك كان عايز يعوض الهدف اللي دخل، فاستغلينا، جه الهدف الثاني بتاعي، فده فتح المباراه اكتر يعني. كان ابراهيم سعيد موجود في المكان اللي قدام الجول، الكره اتعملت كورنر، رديتها بدماغي خبطت في صدر ابراهيم، عملها بصدره وجت جول. بس الكاميرا بقى جريت معايا انا على ان انا اللي جبت الجول. والهدف الثاني لابراهيم سعيد. طبعا انا اكتر واحد وانا في الاهلي كنت بتشتم من جمهور الزمالك، مع طبعا ناس كتيره جدا بتستغرب، انا كنت اول واحد بتشتم. دي كانت بتديني حافز كبير جدا. يعني انا بعد ما رضا جاب الجون وابراهيم جاب الجون بقيت اتحرق عليهم، انا عايز اجيب جون، نفسي اجيب جون. والهدف الثالث، والهدف الثالث. الله الله الله. الكره رحت اعملها بلال عمل لي ستاره كده، وانا دخلت حطيت الكره ببطن رجلي. جبت حسام غالي، قلت له: بقول لك ايه، احنا كسبانين 3 صح؟ قال لي صح. واحلى وهوبا والهدف الاول. الله الله الله. رغم كل اللي قلناه، كمان المباراه دي كانت هربت مننا، وكانت اللعيبه في حاله مش طبيعيه. النتيجه 3-0 بعد نص ساعه، قدرت تجيب جون
بعد نص ساعه بقى 3-1. الشوط الاولاني خلص 3-1 لوقت حسينا ان الزمالك ممكن يرجع. وعلى فكره اللي كان باين قوي وكان الناس لازم تعرفه ان لعيبه الاهلي حتى وهي كسبانه 3-1 كان الموضوع بالنسبه لها كان حاسس ان هي قلقانه جدا. بين الشوطين مستر مانويل جوزيه قال لنا الفرقه دي ممكن ترجع للمباراه في اي لحظه، انتوا حاجه من اتنين، يا هتكسبوا كتير يا اما ممكن تتغلبوا. وطالع عرضيه يا ولد يا ولد. مع بدايه الشوط الثاني جت فرصه كانت انا فاكر كانت وليد عبد اللطيف لو كانت دخلت وكانت شبه مؤكده انها جون، ابتدينا نمسك نفسنا شويه ان 3-1 نتيجه مش بعيده، في عز ما انت ضاغط وانت مقرب للجون لا دخل فيه جون رابع. الرضا لسه داخل علينا جديد، ولعب رضا مع بشير ساعتها ما كانش فيه تجانس وكان فيه مساحات. يعني انا بنزل بمجرد باخد خطوه لا الدنيا بالنسبه لي فاضيه، استلم الكوره والف الدنيا فاضيه. 1-1 بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير. اللحظه دي انا واقف عندي الزمن انا وبشير بس، فهو الكابتن مدحت قالها باحساس انا جوه الملعب. بيبو بعد كوره وبشير المدافع قدامه، فالطبيعي مهاجم مع مدافع، فقلت بيبو بشير. الرنه ربما مع صوتي مثلا اللي كان رانن شويه في الوقت ده مع تقسيمه الكلمتين لبست يا كابتن. وللزمالك كان الكابتن احمد رمزي بيقول لي مدحت سخن وكانت النتيجه 4، قلت له سخن انزل اعمل ايه؟ مدحت عبد الهادي شايفه واقف على التراك جاهز، خالد بيبو وماشي خالد بيبو وماشي خالد ارضيه وفاروق وبيبو والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل. وهم ابتدوا في الملعب يزعلوا لبعض، اقف لا امسك انت لا ده مش بتاعي. بالفعل بقت 4 بقت 5 زي 6 كلها بقت ارقام بالنسبه لنا. الجزء الاخير من المباراه دي انا ما اتفرجتش عليه، كنت دخلت جوه اوضه اللبس عشان النتيجه كانت تقيله يعني. مانويل جوزيه في الوقت ده عنده ماتش الاسماعيلي اللي بعد الزمالك على طول، ولو كسب الاسماعيلي خلاص الموضوع انتهى، خلاص الاهلي بطل الدوري في وقت الاهلي فيه مش بتاعه الدوري خالص. ناداني قول لابراهيم سعيد ان انت لازم تبقى عارف ان النهارده بالنسبه لنا يوم مميز جدا ولازم تخلي بالك على الانذار ولازم ما تطردش. هو كان حاسس ان هو هيطرد. سيد عبد الحفيظ وليد بكعبه مقطوعه لكن وائل جمعه يتدخل وصفاره وكارت احمر للاثنين. يا نهار ابيض. الكاميرا بتاعتي هناك يعني حتى الصوت باين، وائل جمعه بيقول له انت عبيط يا ابني انت عبيط، ضيعت ماتش الاسماعيلي فابراهيم سعيد مش مهم بقى مش مهم. مانويل جوزيه الناحيه الثانيه كسر الكرسي. الجيم اتفتح زياده وبقت فيه مساحات رهيبه في الملعب لدرجه ان من كتر عدم تصديق النتيجه احد النجوم الكبيره في نادي الزمالك قال لي وليد كفايه كده، فقلت له والله احنا بنباصي بس الدنيا مفتوحه. وهجمه مرتده وثلاثه احمر على 2 ابيض، 3 احمر على 2 ابيض، بيجري بيبو ويحطها له وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول. محمد عبد المنصف يا عيني كان واقف عمال يستغفر ربنا طول الماتش مش عارف. كل ما يجي جول يعني يصادف ان ابو العلا يبقى قريب منه يعني، فبسمع منه كلام. كان عندي رفض وصدمه ان انا كان عندي حاله عصبيه شديده جدا، كان حاسس ان انا هشوط في اي حد. كان محروق جامد جدا على نادي الزمالك، كنت رافض الحكم ورافض اللعيبه اللي قدامي، يعني كنت خلاص وصلت لمرحله من الرفض، في حاله عصبيه مش قادر اعمل كنترول على نفسي يعني. بيكلم نفسه عارف اللي هو ايه، الاحساس ده صعب جدا ان انا اشوف واحد قدامي بالشكل ده يعني. فالنتيجه كانت ممكن تكون اكبر من كده وكان ممكن تكون مختلفه لنادي الزمالك عن كده. انا اعتقد ان الحكم صفر نهايه المباراه على انفراد لوليد صلاح الدين في الاخر يعني. لعيبه النادي الاهلي قالوا ان نادي الزمالك ولعيبته لعيبه كبار، كلنا بسرعه اتفقنا، في بعض اللعيبه من الزمالك كانت قاعده على الارض قومناها بسرعه. شايف حازم زعلان ومتاثر جدا، رحت قعدت معاه واتكلمت معاه ويعني جالي احساسين في نفس الوقت، ما بين ان انا شايف واحد بحبه في منتهى الحزن وما بين ان انا في منتهى السعاده لان انا حاسس ان انا عملت حاجه كويسه. انت مش مصدق نفسك يعني، حلم بالظبط. اجواء المباراه فعلا، اجواء مباراه نادي الزمالك جوه الملعب كانك انت في حلم مش بتلعب ماتش عادي او ماتش سهل. كان شرف ليا ان انا اكون كابتن النادي الاهلي في الحدث التاريخي ده. تقريبا اليوم ده جامع الدول كان مقفول، انت احساسك ان انت جامع الدول كله بيقول بيبو. فوجئنا واحنا راجعين لقينا واحد بيصرخ صريخ رهيب في المقصوره، قريب طبعا
من نص الملعب. كلنا بنبص لقينا في راجل كبير في السن طلع كل فلوسه وراح رماها في السماء وقال خلاص انا مش عايز حاجه تاني، خلاص انا كده اكتفيت انا مروح.